السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايبي، منوريني في مطبخ المتواضع. هنعمل مع بعض النهاردة بسلة باللحمة ورز معمر خطوة بخطوة بطريقة سهلة بالنسبة للبنات اللي هم مبتدئين في الطبخ. هنعملها من غير توتر ولا تعب، وهتطلع معاك النتيجة تجنن. وصدقيني لما تشوفي حبايبك وولادك مبسوطين باكلك مش هتحسي باي تعب خالص. يلا بينا نروح لمقاديرنا على بركة الله. معانا هو كيلو لحمة حمرة وتكون كويسة او حسب نوع اللحمة اللي انت بتحبيها. ومعانا بسله انا كنت مفرزاها قبل كده، وعصير طماطم وصلصه كنت عاملاها في الفريزر برضو، وبصل متقطع. ومعانا بهارات بسيطه، فلفل وبهارات مشكله وملح. نروح بقى على النار اهو، حطينا طاسه فيها معلقتين زبده وننزل باللحمه فيها تاخد صدمه ولون. وعلى العين التانية كده نحط حله تانية برضو فيها معلقه زبده على معلقه زيت، ونحط بصلايه نقطعها نجهز لتسبيكه البسله. اللحمه اهي بدات تاخد لون من تحت، هنقلبها بقى مع بعض عشان تاخد لون وصدمة كمان من الناحية التانية، علشان هو ده اللي هيدي طعم حلو قوي للحمة. مش هنسلقها بقى النهاردة، هنعمل البسلة بطريقة حلوة قوي باللحمة دي. نقلبها كلها كده مع بعض اهي. نبدأ بقى نزودها بصلاية وكوباية مية، ونقلب برضو البصل بتاعنا عشان ما ننساهوش على العين التانية اهي. واللحمة هي بقى بعد ما حطينا لها كوباية المية نغطيها حطها بقى العين الهادية دي، ونهدي عليها ونسيبها تستوي مع نفسها شوية لحد ما نروح بقى نجهز التسبيكه بتاعت البسله اهي. لون البصل بقى حلو قوي، مش عايزينه يتحرق عشان ما يمررش منك، خليه لونه كده ذهبي وحلو. وبعد كده بقى نجيب عصير الطماطم بتاعنا وننزل بيه، والصلصه كمان ننزل بيها مع عصير الطماطم. ونجيب بهاراتنا بقى نحطها معاهم كده، ملح وفلفل وسبع بهارات، ننزل بيهم مع بعض عشان ياخد طعم بقى منها كده ومع التسبيكه. ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده، ونجهز للرز بتاعنا قبل ما هي تتسبك وتبقى جاهزه اللي نحط فيها البسله. اهو الرز اهو غسلته غسله كويسه، وجبت الطواجن دي. لو حابه بقى تعملي في صواني براحتك، انا بعمل في الطواجن دي كده عشان خارجه بيها، يعني رايحه بيها زياره وهعمل طاجن زي ده لينا. عايزه تعملي في طاجن زي ده برضو، عايزه تعملي في صينيه براحتك خالص، كله بيمشي. ما توقفيش نفسك على اي حاجه. نحط الرز بتاعنا اهو، نجهز الطواجن دي كلها. والعيار بقى هقولك عليه اهو، حطي صباعك كده عقله ونص كده، هو ده العيار المظبوط عشان يطلع معاكي مظبوط ومستوي. واللبن اهو جبته وحطيت فيه الملح، معلقه ملح لكل طاجن ونزلت بيه. وتحطي ميه بقى، نجيب كوبايه ميه كبيره كده نحطها مع الطاجن عشان الميه دي بتساعد في السوى وتخليه مفلفل وحلو قوي مش معجن. ولو عايزه كمان كوبايه ميه او كوبايه لبن ممكن تزوديها. نحط برضو على الطواجن التانية ميه. وكده الرز جاهز ان احنا نحطه في الفرن. رحنا بقى للتسبيكه بتاعتنا اهي، جهزت وبقت حلوه قوي. نحط بقى فيها البسله بالجزر بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. عشان بنجيب بقى اللحمه كده زمانها بقت 3/4 سوا اهي، بص عليها بسم الله ما شاء الله. نجيبها بقى وننزلها على البسله بكل العصاره اللي نزلت منها دي، هي دي اللي هيفرق معاكي، هتخلي الطعم مجنن قوي. هيفرق معاكي في الطعم العصاره اللي نزلت من اللحمه دي مع اللحمه. ونغطيها ونسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، بسم الله ما شاء الله. كده جهزت اهيت. نروح بقى نغرفها في الطواجن، بسم الله ما شاء الله شكلها جميل قوي. اللحمه مستويه والبسله مستويه، يعني لو حابه تاكليها كده ممكن تاكليها عادي، مش لازم تدخليها الفرن، ويبقى برضو طعمها حلو قوي. لو انت حباها يعني مش ناشفه، حباها كده فيها صوص كده، وممكن تاكليها كده تغرفيها في اطباق كده مع الرز عادي. ولو حابه تعملي رز بشعريه او رز ابيض، مش لازم رز معمر، برضو براحتك. بس البسله طعمها يجنن قوي وريحتها ماليه البيت بصراحه، الشكل والطعم جميل كده. بقى نحطها في الطواجن وتبقى جاهزه ان احنا نوديها الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله. الشكل حلو قوي وتاكل كده عادي خالص. جهزت معانا اهي، هوديها بقى الفرن واوريكم بقى الاكله النهائيه شكلها بقى عامل ازاي بعد ما الرز يطلع اهو، بسم الله ما شاء الله. الرز طلع، بص الوش عامل ازاي، شكل ولون وطعم وريحه كمان. الزبده بقى نسيت اقولك انك تحطيها بعد ما الرز يستوي مش قبل، ما تحطيهاش مع اللبن عشان كده مش هتعملك وش. بعد ما تعمل الوش وتستوي كده تحطي الزبده في الاخر، هتديك الشكل واللون ده. وتسيبيها 10 دقايق على نار هاديه كده، تهدي الفرن خالص لحد ما تديك الشكل. في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.